السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل البسكوت. الناس كلها بتبدأ بالكحك وانا هبدأ ببسكوت الزبدة. هنعمله بقى بطريقة حلوة جدا وسهلة، والمقادير ان شاء الله تبقى سهلة وما فيهاش بقى افتكاسات كتير ومكونات كتير. اهم حاجة بس امشوا على نفس الطريقة بالظبط وانت هتاخدي احلى بسكوت. بداية كده انا معايا 6 عدد بيض، معايا 400 جرام من السكر البودرة، معايا كيلو و400 جرام من الدقيق، وكيس بيكنج باودر ومعلقة فانيليا، ومعايا كيلو من الزبدة. تمام. هقول لكم المقادير تاني وهكتبها لكم في صندوق الوصف، بس انا عايزه اقول لكم المقادير دي مقدارين. يعني انت ممكن تقسمي الكميه على 2 وتعملي نص الكميه لو هتبقى لو الكميه كتير عليكي. تمام. اهم حاجه بقى في بسكوت الزبده ده نوع الزبده. انا عارفه الاسعار الزبده طبعا يعني في الطياره، بس عايزه اقول لكم كل ما كانت الزبدة كويسة كل ما تاخدي نتيجة حلوة. مش معنى لو بتستخدمي أي نوع زبدة هيطلع يعني الطريقة مش حلوة أو الطريقة مش مظبوطة، هو هيديكي نفس النتيجة لو زبدة نباتي أو زبدة حيواني. الفرق بقى في الطعم والريحة لو استخدمتي زبدة اللي هي الحيواني أو الزبدة الطبيعية. تمام. هتاخدي نتيجة رهيبة. يعني بصوا مفيش محلات بتعمله، هتلاقيه كده أكلتي انتي ذات نفسك هتقولي انا ما اكلتهوش قبل كده. المهم انا رغيت عليكم كتير، بس قبل اي بقى ندخل على الطريقه بالظبط تعالوا ندعي لاخواتنا في فلسطين عشان ما ننساش. ربنا يا رب ينصرهم في الايام المفترجه دي ويزيح الغمه وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء. اول حاجه بقى حطيت كيلو الزبده في العجان زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه 400 جرام من السكر. كيلو الزبده بياخد 400 جرام من السكر البودرة. طيب نفرض اللي انت عايزه تعملي نص كيلو زبده، هتحطي عليه 200 جرام من السكر البودرة. تمام. بعد بقى لما الزبدة بالسكر كده يعني تتضرب كويس كده والقوام بتاعها يفتح. وطبعا الزبدة لازم تبقى طالعة من التلاجة، يعني ايه، تبقى مطلعاها من بدري وتبقى بدرجة حرارة المطبخ وفي نفس الوقت تبقى طرية عشان تتضرب معاكي كويس في العجين. بعد كده بقى بعد لما القوام يفتح او لونها يفتح كده وتهش كده معاكي، هنبدأ ننزل بالبيض. انا معايا 6 عدد بيض، وطبعا لو هتقسمي الكمية هتحطي 3 بس مع معلقة فانيليا، بس هننزل بالبيض بيضة بيضة. تمام. وهنبدأ نضرب كده كويس. طيب ما عندكيش عجان، هنرد على الأسئلة كلها اللي ممكن تسألوها وانا شغالة. لو ما عندكيش عجان اضربيه بمضرب كهربائي عادي. طيب ما عندكيش مضرب كهربائي اضربيه بايدك، بس يعني محتاج شوية صحة شوية، علشان لازم يعني خطوة الزبدة بالسكر اللي هما يتضربوا مع بعض دي مهمة جدا. تمام. بعد كده بقى هبدأ بقى ايه، بعد لما خلاص البيض اختفى كله كده في الزبدة والسكر، هبدأ انزل بالدقيق. الدقيق قد ايه؟ كيلو و400 جرام. حطيت عليه كيس كامل من البيكنج باودر. طيب لو هتعملي 700 جرام دقيق هتحطي عليه نص كيس بيكنج باودر. تمام. بس كده طريقة البسكوت خلصت خلاص، مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى اضرب الكلام ده كله مع بعضه لغاية لما ايه، يتلم. في المرحلة دي بقى ما تعجنيش، يعني يا دوبك الدقيق يختلط كده كويس وخلاص توقفي على طول. تعالوا بقى نبدأ ايه نشكل. عايزة اقول لكم يعني انا كل يوم انا بشتغل في الحلويات دي بعد الفطار. يعني قبل الفطار ببقى الاكل يعني الفطار والاوردرات وكده بتاعه الاكل. بعد الفطار بقى بغسل المواعين وبقوم بشتغل ايه في البسكوت او الكحك او كده. طيب عملت ليه البسكوت قبل الكحك؟ البسكوت دوت انا قلت اعمل البسكوت الاول لان كان ايه مطلوب، يعني ايه بسكوت، وكانوا يعني كان في اوردر مطلوب بسكوت بس عايزينه ايه يعني بدري. تمام. الكحك بقى ان شاء الله هبدأ انزل لكم برضو ايه الايام الجاية برضو كحك وبسكوت، كحك وبيتي فور والغريبة. كان كذا حد سألني على الغريبة، ان شاء الله كل ده ايه هنزلهم الفترة اللي جاية. تعالوا بقى نشوف هنشكله ازاي. البسكوت ده اولا مش بسكوت مكنه، لان في فرق بين طريقه او عمايل بسكوت الكيس اللي هو الكيس الحلواني، وفي فرق بين عجينه بسكوت المكنه. بسكوت المكنه العجينه بتاعته بتبقى ماسكه شويه، لكن لو العجينه دي حطيتيها في المكنه هتلزق ومش هتنزل. ده بقى بسكوت الكيس لازم العجينه تبقى طريه شويه.
طيب هيجيلي سؤال، اشمعنى كيلو و400 جرام؟ ليه ما حطيتيش كيلو ونص؟ ال100 جرام دقيق دولت هتخلي العجينه في الكيس ناشفه، هتوجع دراعك. عشان تنزليها من الكيس هتلاقيها ايه يعني محتاجه مجهود. لكن بصوا دلوقتي وانا بنزلها بتنزل بكل سهوله، ناعمه كده وبتنزل بسرعه خالص، وبتطلع بقى مش قادره اوصف لكم، رهيب. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه مهمه تانية. طبعا لو في واحده بايظه مفيش مشكله، شيليها عادي. هقول لكم بقى على المقاس اللي هي الشكل بتاع البسكوت او البلبله بتاعه البسكوت دي. في منها مقاسات، هاتي العريضه. العريضه دي بيبقى مكتوب عليها 3D، ده اسمها يعني الرقم بتاعها 3D. لان في بيبقى في بتبقى مش عريضه كده كنزه، بتديكي شكل البسكوت مش زي شكل بسكوت المحلات اللي هو البسكوتيه العريضه، بتبقى رفيعه. فانا قلت لكم رقمها علشان تبقوا ايه عارفين رقمها كام. تبقى حتى المشط بتاعها كده عريض شويه. هبدأ بقى اشكله بنفس الطريقة كده كله، وبعدين هنسوي على طول. تعالوا بقى ايه نشوف مرحلة التسوية. التسوية اهم حاجة بقى في البسكوت ده، اللي انت تدخليه على درجة حرارة 160 مش 180، هو اقل من المتوسط. ليه طيب 160؟ علشان يديكي اللون البسكوت كله اللون واحد زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى اللون عامل ازاي. يعني زي بصوا مفيش فرق بين الشكل اللي هو الرسمة وبين يعني ايه البسكوتية كلها، بين الظهر وبين الوش يعني زي ما بيقولوا، كله لون واحد. هو ده بقى التسوية المظبوطة. طيب بيقعد قد ايه؟ ما بشغلش الشواية عليه، بحطه في الرف اللي في النص، وهو بياخد لما بتحطي بتخلي الفرن على 160 بياخد اللون ده. هو بيغيب شوية، بيقعد حوالي مثلا ايه في الفرن حوالي يعني نقول نص ساعة او اكتر. يعني انا بحط 3 صاجات مع بعض فوق بعض كده علشان انجز. بيقعد حوالي نص ساعة، وممكن كمان نص ساعة و5 دقايق. انت تابعيه يعني، دخليه وسيبيه ربع ساعة وبعدين ايه افتحي عليه وشوفيه. اهم حاجة اللي هو يوصل كله لون واحد. لكن لو عليتي الفرن هتلاقي القعر ياخد لون، والوش هتضطري بقى تفتحي عليه الشواية. هتحسي اللي ايه لا مش هي ديت الايه التسوية المظبوطة. تمام. دي اهم حاجة فيه. وفي نفس الوقت كمان عايزة اقول لكم بقى بيطلع ريحته رهيبة، مقرمش وطعمه خطير. الطعم بقى زي ما قلت لكم ده هيجي من ايه؟ من الزبدة. واهم حاجه، طيب تعالوا نتكلم على الدقيق. الدقيق ممكن تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، مش شرط دقيق كحك وبسكوت على فكره. بس هاتي دقيق يبقى يعني نوعه كويس، لان في دقيق ياما مغلف برضو في السوق بس بيبقى فيه عرق. هاتي دقيق مثلا، يعني مش عايزه اقول اسامي، بس في انواع دقيق ياما قوي حلو. تمام. هنا بقى العميله كانت بعتلي العلبه بتاعتها، فانا حطيت ورقه زبده بقى ورصته لها كده في العلبه طبعا بعد لما برد. بصوا كان خطير يعني، الف هنا وشفا ليهم. عايزه اقول لكم بقى جربوه بقى بالطريقه دي، ومقادير بقى سهله وما فيهاش اي حاجه. ان شاء الله ايه هيعجبكم. كده بقى الايه البسكوت كده خلصته. وبصوا لو حد جربه على الطريقه دي وطلع معاه مظبوط، ما ينساش بقى يدعي لي دعوه حلوه. وان شاء الله بقى فيديوهات بقى الكحك هنزل لكم، يعني فيديو كحك او بسكوت وفيديو اوردر، يعني هيبقى بالتبادل كده علشان ايه؟ علشان عندي فيديوهات فاهميني. انا لسه ما عملتش الكحك على فكره، هبدا اعمله ان شاء الله يا اما بكره الجمعه. فاول لما هجهزه هنزله على طول. أه بس ايه رايكم بقى؟ طبعا لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.